السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وصلاة وسلام على رسول الله. الحكاية وما فيها. فواحد الحومة بعيدة شوية على وسط المدينة كانت عايشة امرأة سميتها عيشة، أرملة بسيطة ولكن قلبها كبير، وبنتها نمار عندها 10 سنين. نمار ما كانتش بحال باقي الدراري، كانت هادئة بزاف، كتكبر قبل وقتها وعينيها فيهم حزن ما كيتفهمش. عيشة كانت كتخدم في الدور، تغسل تنظف وتطيب غير باش توفر لقمة العيش لبنتها، وكل ليلة كانت كتحضن نمار وتقول لها غير صبري يا بنتي، نهارك غادي يجي. الحاجة اللي مخبية ولكن كان سر معمر عيشة ما قالته حتى الواحد، حتى لبنتها. كل مرة نمار كتسولها على باها كتقول لها باباك مات، كان راجل مزيان، ولكن الحقيقة ما كانتش هادي. نهار تبدل فيه كل شيء. في واحد النهار في المدرسة جات أستاذة جديدة، دخلت للقسم وبداو التلاميذ كيتعارفوا. ملي وصلت لنمار الأستاذة بقات كتشوف فيها بزاف بحال إلا عرفاتها. سولتها شكون سميتك؟ قالت نمار. الأستاذة تسمرات وقالت بصوت خافت نمار بنت شكون؟ نمار جاوبات بنت عيشة. الأستاذة سكتات ولكن عينيها تبدلوا. المواجهة في العشية الأستاذة مشات حتى لدار عيشة، طرقات الباب، عيشة حلات، وملي شافت الأستاذة تبدل لونها. قالت لها الأستاذة خاصنا نهضروا. جلسوا وسكات تقيل في المكان، ومن بعد قالت الأستاذة علاش كدبتي على بنتك؟ الحقيقة كتبان. عيشة بقات ساكتة. الأستاذة زادت نمار ماشي بنت يتيمة، باها حي. عيشة دموعها نزلوا وقالت بصوت مكسور عارفة ولكن ما قدرتش نقولها الحقيقة. الصدمة في ذاك اللحظة نمار كانت واقفة ورا الباب، سمعت كل شيء وقلبها تكسر. دخلت تبكي وقالت ماما واش هادشي بصح؟ نمار بقات واقفة في بلاصتها. الباب تسد في وجهها والصوت ديالو باقي كيرن في ودنيها. ما عندي حتى بنت. داك اللحظة ما بقاتش كتبكي، الرير حست بحال شي حاجة تقطعات داخل قلبها، بحال إلا واحد الحلم قديم مات فجأة. الأستاذة قربت لها وقالت نمار واش نرجعو؟ نمار هزت راسها بلا ما تهدر وعينيها خاوين من الإحساس. الطريق ديال الرجوع كان طويل، ولكن في الحقيقة كان أطول في القلب. ملي وصلت للدار لقات عيشة واقفة حدا الباب، عينيها حمراء وباين عليها ما نعساتش. ملي شافت بنتها جرات ليها نمار فين كنتي؟ قتلتيني بالخوف. نمار بقات كتشوف فيها ثواني طويلة ومن بعد حضناتها بقوة وبدات كتبكي، ولكن هاد المرة بكاء مختلف. ماما عندك الحق. عيشة تسمرات. شنو وقع؟ نمار قالت مشيت عنده شفتو ولكن ما شافنيش، قال ما عنده حتى بنت. عيشة حطات يديها على فمها والدموع نزلوا بلا استئذان. قربات من بنتها سمحي لي يا بنتي، سمحي لي بزاف. نمار مسحت دموعها وقالت لا ماما، دابا فهمت علاش خبيتي عليا، كنتي باغية غير تحميني. داك الليلة كانت مختلفة، ما كان حتى كذب، ما كان حتى سر، غير جوج قلوب مجروحين ولكن قريبين من بعضياتهم كتر من أي وقت فات. دازت أيام، نمار ولات ساكتة كتر ولكن ماشي بحال قبل. هاد المرة السكوت ديالها فيه قوة. بدات كتقرا بجد، كتفيق بكري وكتعاون معها، وكل مرة عيشة كتشوف فيها كتقول في خاطرها هدي ما بقاتش طفلة، هدي ولات مرا صغيرة. ولكن الحياة ما كتوقفش هنا. في واحد النهار نمار كانت خارجة من المدرسة وهي ماشية في الزنقة شافت واحد الراجل واقف بعيد كيشوف فيها. قلبها دق حيت عرفاتو هو نفس الراجل. باها حاولت تدير بحال ما شافته ولكن هو قرب. قال لها نمار سني شوية. وقفت ولكن ما دارتش وجهها ليه. قال بصوت متردد
أنا بغيت نهضر معاك. نومار جاوبات ببرود: ما عندك ما تهضر معايا، راك قلتي ما عندك حتى بنت. الراجل سكت، بان عليه الندم، ولكن فات الوقت. قال: كنت غلط، كنت خايف، ما كنتش مستعد. نومار دارت وجهها ليه وعينيها عامرين بالقوة. وأنا واش كنتي مستعدة نكبر بلا أب؟ ملقى ما يجاوب. نومار كملات: أنا ما محتاجاش ليك دابا، كان خاصني ليك وأنا صغيرة. دابا عندي ماما وهي كافية. ودارت طريقها ومشات وخلياته واقف تايه. من داك النهار نومار حيدات من قلبها واحد الحمل كبير. ما بقاتش كتسول علاش، حيت فهمات أن بعض الأسئلة ما عندها حتى جواب. دازت سنين ونومار كبرات ونجحات في قرايتها وولات خدامة كتعاون معها. وكل مرة كتشوف عيشة كتبتأسم، حيت عارفة أن الحب الحقيقي كان ديما حداها. وفي شي نهار نومار قالت لماها: ماما، واش ندمتي نهار ما قلتيش ليا الحقيقة؟ عيشة سكتات، ومن بعد قالت: ندمت، ولكن لو رجع بيا الوقت يمكن ندير نفس الحاجة، حيت كنت باغية نشوفك فرحانة. نومار ضحكات وعانقاتها وقالت: وأنا دابا فرحانة، حيت عندي أحسن ماما في الدنيا. الحكاية ما فيها أن الحياة مرات كتجرح ومرات كتخبي علينا الحقيقة، ولكن اللي كيحبك بالصح كيبقى. عجبكم هاد ستيل ديال القصص سواء الحزينة ولا ديال الجرائم والغموض؟ كتبوا لي في الكومنتيرات شنو النوع اللي كيعجبكم اكثر وشنو المواضيع اللي حابين نشوفوها في الحلقات الجاية. وما تنسوش ديروا لايك وتشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد، وخليوا آراءكم حيت كتعاوني نطور المحتوى.